ونبنى برشلونه، هل هي دي المئويه؟ قلت لهم انا في اعتقادي، انا لما تسالوني انا اقول لكم ان المئويه الاهلي يخش المية الثانيه بقى، بان المية الثانيه بقى ان النادي الاهلي في المية الاولانيه كان بيعتمد على اعضائه على اعضاء جمعيته العموميه. المية الثانيه هتبقى على جماهيره. انا في افكار بسيطه جدا، بس الدنيا كلها افكار، وكل الحاجات اللي ظهرت في الدنيا كانت كلها افكار بسيطه وعملت اختراعات عظيمه جدا. انا في تصوري يا سياده النايب ان النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي، انا بقول فكره هي لكل الانديه. انا قلت لهم اخواننا في النادي بس ما حدش عبرني، ما حدش لا مؤاخذه اللي انت بتقول ايه. الفكره اللي انا قلت لهم دلوقتي النادي الاهلي هنعتقد ان عنده سين اعضاء ليه. انا هعمل لكل واحد كارنيه لجماهير النادي. جماهيره مش عضو النادي. مش عضو النادي. وعضو النادي. لا، النادي عضو النادي ده حاجه خلاص، هو في النادي وبيدفع الاشتراك بتاعه، بناخد منه 100 جنيه ولا اي مبلغ. انا الجماهير دي هعمل كارنيه ليه سنوي سي ب 20 جنيه مثلا. انا اديته كارنيه بفلوس، لازم الكارنيه ده يبقى قصاد ياخد بيه مقابل. بالظبط. خلاص، ايه المقابل؟ قلت النادي الاهلي يسرع فورا يعمل متحف على 50 فدان في اكتوبر، متحف النادي الاهلي يحط فيه الحاجات بتاعته كلها، ويروح عامل فيه ملاهي كويسه، ويبقى كل البتاع ده معمول احمر في احمر، ويبقى فيه الفانيلات بتتباع والحاجات وتصور والكلام ده كله، ويبقى نجوم وانا يبقى الناس النجوم الكبار دي بتيجي ومش عارف ايه. فانا اقدر، انا اللي جاي من اسوان ومعايا اولادي اقدر اروح في المكان ده بالكارنيه. بالظبط. اقدر افتح جوه حاجه من الحمولات الكبيره الشهيره اللي موجوده في مصر، اللي واخده فلوسها ديت، ونقول لهم يا اخوانا دلوقتي اللي معاه الكارنيه بتاعنا ده، وما هيتمنوا ب 30 وعليه اسم النادي كمان، وعليه النادي ده بياخد خصم 10% 20%. نقدر نقول ان بالكارنيه ده لما يجي اي حد من مرسى مطروح من اي حته يقدر يخش يقطع تذكره الكره ب 50%. الكارنيه ده نقدر نتفق معاه. ما هو انت النهارده بتتكلم مع مؤسسات اخرى، انت بتتكلم في 10 15 مليون ممكن يجوا معاك، وبتتكلم في 20 في 20 جنيه يبقى عملت كام يا 30 مليون جنيه في السنه. 30 مليون 300 مليون جنيه في السنه. طب يا عم 300 مليون دول مش هيخلوا الاشياء. بس انا بقول الكلام ده للاهلي، الزمالك يقدر يعمله، وانت سيادتك الاتحاد نقدر نعمله. فانا النهارده بعمل كارنيه، بس هي القضيه كلها انك انت ازاي ان انا بقنن عمليه الانتماء وببتدي اتوسع، لان انا اذا ما استفدتش من جماهيري، وبالذات في وقت النادي الاهلي الحالي. يعني النادي الاهلي الحالي جماهيره كلها ملتفه حواليه وتحب تخدمه في اي حاجه. يعني النادي الاهلي قال دلوقتي انا عامل 10 جنيه لجماهير النادي الاهلي كلها، مليون واحد هيجي له. ما هو انا بعمل له كارنيه وارتبط بقى، وبعدين هو بقى مرتبط. قلت لهم انتوا عايزين تبنوا الاستاد بتاعكم، انت تعملوا الاستاد. قلت له هتكلف قال لي 500 مليون جنيه. قلت له طب اقسم بالله انا اقدر اجيب له 500 مليون جنيه في شهر. بالظبط. قول لي ازاي؟ حالي النهارده انا يا جمهور اهلي، انا يا جمهور زمالك، انتوا عايزين تبنوا الاستاد بتاعكم، طب تعالوا. انا السور بتاعي اللي هعمله ده هعمله كله بالازاز اللي ما بيتكسرش ده، وكل واحد هيعمل تبرع في الناحيه الفلانيه، التبرع له بكذا والتبرع بكذا. ممكن ساعتك كده في المنتدى انت حضرتك بتتكلم، حضرتك موجود في ارسنال كده. انا ما اعرفش والله، ما رحتش. ما بقول لحضرتك عاملين في ارسنال الكلام ده. انا اخر الشرقيه خلي بالك. انا انا حضرتك كنت في لندن يوم حضرتك كلمتني، حضرتك كان معايا الدكتور محمد فرغالي، فارسنال في طوب عاملينه بتدفع كام؟ 10 يورو. فانا اللي اقصد اقول النهارده السور ده هيتحط عليه. تخيل النهارده 10 جنيه استرليني يعني. انا تخيل النهارده انا راجل بحب النادي الاتحاد، فبشترك في البلد، فاكتب اسمي وولادي. بالظبط كده. الولاد دول هيروحوا بعد شويه يقول لك احنا اللي بنينا النادي ده واسمنا موجود هنا اهو. انا هلم الفلوس دي في ثانيه، والناس تتمنى تعمل كده. وتتمنى كده يا سيدي. بيحس ان هو شارك. انا شايف بيحس ان هو شارك في خدمه النادي بتاعه. هو مش حس، هو شارك كده. بالظبط. وهو النهارده لما يبقى عضو في النادي الاهلي النهارده وبيحس انه بيدخل للنادي بتاعه 300 مليون جنيه سنويا انا مشارك في بناء النادي ده. انا ببني، والنهارده اجيب كوره، انا اقدر اجيب النهارده احسن لعيبه في الدنيا، واقدر انقل الكوره في حاجات ثانيه، واقدر نعمل حاجات ثانيه، ونقدر نعمل حاجات كثيره نقدر نعمل. فانا النهارده انا عايز اقول على حاجه سياده النايب، في دي الوقت اللي لازم نفكر افكار غير تقليديه بصراحه صريح يعني. ونبعد شويه عن الحكومه. ما الحكومه ما معهاش، الحكومه مش هتساعد، والحمد لله الحكومه ما خدتش اللي معانا. ما كفايه عم بطرس غالي وسايبينه انت علينا في مجلس الشعب عايز ياخد العقاريه والبتاع ده كله، يقول لك اللي باني اوضه ياخدها ولا مش عارف ايه. طب ونروح فين؟ فالنهارده ده هم لو معاك حاجه هياخدوها، فمالناش دعوه بالحكومه. سيب دلوقتي ربنا يعني يبعدهم عننا دلوقتي. فانا النهارده يعني انا نيجي النهارده لا، وحقيقه الامر في كل الدنيا يا اخي مؤسسات القطاع المدني والناس كلها هي اللي بتشترك. خلي بالك ان في تجربه عاملاها جمعيه رساله، وفي جمعيات كتيره ظهرت، انا بس للاسف مش فاكر اساميها. مستقبل
الرساله ديت واللي هم بداوا من كليه هندسه القاهره، بحيي الشباب اللي عمل ده كان ده من 10 سنين ولا حاجه، دول كبروا وسابوا وطلعوا. يعني في ناس دخلت ثانيه، كل واحد بيدفع 10 جنيه في الشهر، هم 100,000 بيعملوا مليون جنيه كل شهر. الله، ما هو القليل من كتير. وعندهم مش اسمها رساله، ده عاملين رسائل، وعندهم فروع كمان في اسكندريه وفروع في كل دول. انا اقصد اقول ان احنا نقدر نعمل حاجه. الفكره موجوده. انت عايز تقول لي النهارده ان في اسكندريه والاتحاد احنا بس الناس تحس ان احنا جد في حاجه. تعال نجرب ده في النادي الجديد، تعال نجرب ان احنا نعمل للناس سهل نقدر نعمل. انا حضرتك يعني انا واخد فكره حضرتك. انا فعلا في قرار مجلس الاداره من حوالي شهر، وبعتنا لمجلس القومي. انت اي حاجه برضو محتاجه ان انت تعمل سرور مجلس اداره، يعني لازم عن طريق المجلس القومي الرياضي. عملنا حاجه فعلا بس دي هتوزع على المدارس وعلى الانديه اللي هي ممكن تساعد الكليات، المصانع، الشركات، ان احنا عاملين زي تبرع ب 10 جنيه نوزعها على الناس وعلى المؤسسات ان هم يلموا للنادي حوالي 10 مليون جنيه. والكلام ده نعمله سهل. بس حضرتك بقى الفكره اللي خدناها، وانا بقول الكلام ده معلش انا عارف ان هو تلميذك الاستاذ طارق اسماعيل اداني فعلا فكره الكارنيه اللي نحط عليها النادي ونجيب خصم لعضو النادي، بس عملناها لعضو النادي، ما عملناش لجماهير النادي، ان احنا نديله كارنيه الامور اكتر بقى. لا الامور اكتر. يعني 20,000 واحد هيجيب لك كام؟ لا وانا عايز احسبها ازاي يا سياده النايب. انا النهارده لما نيجي النهارده احنا احياء يا اخي، احنا ما كانت الروح دي موجوده، احنا بس عايزين نطلع اللي جوانا ده. بالظبط. ازاي بس الناس تساعد. بس ما هي نساعد، وانت لازم يعني أنا لازم اقدم له. يعني هل نادي الاتحاد او اسكندريه ما فيهاش رجال اعمال في اسكندريه؟ لا انا فيهم بس رجال اعمال هل عندهم فعلا الغيره ان هم لو انا قلت النهارده احنا هنبني ده كله، تعالى احنا بقى اسكندريه ديت اللي في التاريخ ده حاجه، ده اسكندريه في حدوته في التاريخ، يعني بلد لها في التاريخ حدوته، التاريخ والحضاره. يعني فانا عايز اقول اسكندريه بالتاريخ بتاعها ده مش قادر النهارده، لا نقدر. احنا بس نقول ايه، مش ضروري ان انا ابقى في المكان عشان اشتغل، لازم نبطل. هي دي النقطه. ما ده هي دي النقطه. يعني هل بقى الناس اللي عاوزه تساعد نادي الاتحاد لازم يكون هو جوه مجلس الاداره؟ مش لازم. نعمل. انا ياما كنت حضرتك كنت بره مجلس اداره نادي الاتحاد وبساعد عشان بحب النادي، يعني بحب النادي، فحابب ان انا اخدمه وحابب ان انا اشوفه بصوره طيبه، ولكن هل باستمرار لازم اكون جوه المنظومه؟ يعني ما انا النهارده عشان نعمل ده ونرسخ ده ونظهر ده يا سياده النايب، انا النهارده برضه بعمل حاجه. انا ما تيجي هنبني نادي الاتحاد الجديد او نبني الملاعب الجديده، نعمل حاجه هناك بحيث ان كل حد عمل حاجه في حقه، انه هو ده اللي هيتبقى، وهو ده اللي في افكار كثيره جدا نقدر نعمل ده. نقدر. في حاجه ثانيه برضه انا ما اعرفش ان انتوا تعملوها، الشباب يعملها، الحكومه تعملها. انا عندي كورنيش طوله 15 كيلو تقريبا. 15 كيلو. الكورنيش ده حاجه عظيمه. انا عايز اعمل ممشى على الكورنيش ده للرياضه، هو زي ما هو، مش هنعمل حاجه لحسن اقول لك ممنوع وكمل، لا يعني كل اللي هطلبه بس موجوده فعلا. عملنا له مسافه. انا اقترح ده من سنه. اتعمل حضرتك؟ اتعمل ده. بس اتعمل مش على طول ال 15. طيب ما انا عايز اقول اتعمل في منطقه من اول المكتبه. يعني اتعمل من اول المكتبه لغايه حضرتك منطقه سان ستيفن. طيب انا عايز يعني عمل تحت. انا عايز نبتدي يعني يا من الجنوب للشمال او من الشمال للجنوب. لا حضرتك من انفوش غير ممتاز. من انفوش ممتاز. هنبتدي من انفوش ان ده الاصل. ده الاصل صح. فنبتدي من انفوش نعمل ده، فهيبقى عندي رقم بادي من هنا. اصل انا عايز اعمل شمال ويمين، يعني لو انا ماشي كده، طب ولو انا جاي كده بالظبط، فلو انا راجع كده يبقى ليه العداد بتاعي برضه. ايوه. فاللي جاي فواحد هيبتدي من هناك، صفر من هناك من عند المنتزه. أيوة. واحد هيبتدي من عند الانفوش، يبقى ده من الناحيه دي وده على الرصيف من الناحيه دي، على بسطه الرصيف.